اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، أنت تجعل الصعب إذا شئت سهل. حبايبنا الصف الرابع الابتدائي، إزاي يا جماعة نستفيد من حل الامتحان؟ صح كده؟ طيب أنا معايا النهاردة بقى حاجة جاي لكم النهاردة مفاجأة جميلة جدا جدا جدا. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف. قبل يا مستر يحيى محل الامتحان تعالوا نطلع الحاجات اللي احنا هنستفيد منها في الامتحان. طيب اول حاجة امتحان محافظة الجيزة، صح كده يا مستر يحيى؟ طيب امتحان محافظة الجيزة بيقول لي خلي بالك من الحاجات دي قبل ما تحل الامتحان، لازم تتعلم. انا عندي حاجة اسمها باي فود. باي فود معناها بيشتري طعام. طيب هو انا لما اجي اشتري طعام بشتري الفود منين؟ اكيد طبعا كلنا عارفين سوبر ماركت، يبقى الفود بشتريه من السوبر ماركت. طيب خد بالك من حاجة، عندي كلمة اسمها تورستس. كلمة تورستس معناها يا مستر يحيى السياح، صح؟ السياح دلوقتي يا مستر يحيى بيروحوا فين؟ بيروحوا عندي حاجة اسمها سهارا ديزرت، يعني الصحراء الكبرى. طيب عندي حاجة بسميها ذا جاردنر. جاردنر اللي هو معناها الجنايني. هو الجنايني ده يا مستر يحيى بيعمل ايه؟ الجنايني ده بيعمل عندي حاجة اسمها واتر بلانتس. الجنايني ده هو الشخص المسؤول عن اللي هو بيروي النباتات. كلمة واتر معناها مية، وكلمة واتر معناها يروي النبات. عندي حاجة اسمها الابلز. ابلز معناها التفاح. and bananas والموز. هو التفاح والموز ده عبارة عن ايه يا مستر يحيى؟ عبارة عندي عن حاجة بسميها فروتس. دي الحاجات ان انا لازم اتعلمها من حل محافظة الجيزة. طيب محافظة الجيزة برضو بتقول لي اميل كارير. يعني ايه يا مستر يحيى كلمة اميل كارير؟ اميل كارير معناها ساعي البريد. هو ساعي البريد ده يعني الشخص اللي بيوصل عندي الجوابات والطرود. الشخص دوت walk all day. لازم تبقى عارف في محافظة الجيزة ان اميل كارير ساعي البريد هو walk all day، هو شخص ماشي طول اليوم. طيب وهو ماشي see different people. وهو ماشي الميل كارير في الشارع بيشوف different people، بيشوف ناس مختلفة different people. طيب هي وظيفة الميل كارير ديت هي وظيفة سهلة ولا difficult؟ لا يا مستر يحيى، الماي جوب وظيفتي كميل كارير كساعي بريد هي وظيفة difficult. يعني يا مستر يحيى كلمة difficult؟ كلمة difficult معناها صعبة. طيب برضو في امتحان محافظة الجيزة قبل ما ادخل على حل الامتحان لازم ابقى عارف ان كلمة وير معناها اين، بسأل بيها عن المكان عشان لما يجي يقول لك حل قطعة الفهم. يعني ايه يا مستر يحيى؟ يعني لو قال لي كلمة وير في القطعة لازم في الإجابة يا حبيبي تطلع فوق تدور في القطعة، في القطعة اللي مديها لك على مكان. ادور على مكان زي سكول، ادور على مكان زي هوتيل. طبعا سكول معناها مدرسة، هوتيل معناها فندق. ادور عندي مكان، هلاقي مكان ممكن مكان يكون عندي in hot places في الاماكن الحاره. يبقى امتحان محافظه الجيزه بيقول لك هو انت عارف ان كلمه وير قبل ما تحل الامتحان، هو انت عارف ان كلمه وير معناها اين؟ بسال بيها عن المكان. انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان اعرف احل يا مستر يحيى الامتحان بتاع محافظه الجيزه. مش هعرف احله، لازم اراجع الكلام ده كويس جدا. طيب تعالى لي تاني معلش كده يا باشا كده وركز معايا. انا كاتب لك اهوت خلي بالك من الكلام الجميل دوت. طيب يعني ايه كلمه واي في القطعه؟ لما اديني سؤال القطعه واي معناها لماذا، بتدل عندي على السبب او بتسال بيها عندي عن السبب. خد بالك من الحته دي، لما السؤال يكون فيه واي في القطعه هرد عليها because او هرد عليها بتو فعل في المصدر. يبقى اول في سؤال القطعه ما اشوف واي اطلع على طول دور في القطعه على because اللي هي معناها because معناها لان، وكلمه تو وفعل في المصدر تو معناها لكي. طيب محافظة الجيزة بيقول لك هو انت حافظ ان في عندي حاجة اسمها نيكست بيجي بعديها تو، اسمها نيكست تو. نيكست تو معناها بجوار،
اسمها نيكست تو، معناها يا مستر يحيى بجوار. محافظة الجيزة بتقول لك ان في عندي حاجة اسمها want to، وخد بالك ان want to معناها بيريد ان، بيجي بعديها فعل في المصدر يا بطل. نيكست يا بطل اسمها نيكست تو بجوار، خد بالك من تو، خد بالك من want to بيجي بعديها فعل فين؟ في المصدر. خد بالك يا حبيب قلبي ان انا ممكن يجي يحط لك بي داخل اقواس. طيب لو حط لك بي داخل اقواس، او يحط لك از داخل اقواس، او يحط لك ار داخل اقواس، ويقول لحضرتك صححها، استنى بس، هو لو حط لي want to عايز بعديها فعل فين؟ في المصدر. تخيل ان هو حاطط از. هسألك سؤال، هو المصدر من از ايه؟ بي. طب المصدر من ار بي. يعني امتحان محافظة الجيزة بيقول لك لو انت عايز تجيب المصدر من از بي، والله مهمة. لو عايز تجيب المصدر من ار هو بي. تعال نشوف شكل السؤال ازاي. I want to حط از داخل اقواس. احنا اتفقنا ان want to عايزة فعل فين؟ في المصدر. طب هو حاططني از، طب المصدر من از هيبقى ايه يا مستر يحيى؟ مستر يحيى قال لي ان المصدر من از هو بي، يبقى اقول له I want to be a doctor، انا عايز ابقى دكتور. خد بالك من الحته دي، want to بتقول لك انا عايز فعل فين؟ في المصدر. المصدر من از هو بي، المصدر من ار هو بي. طيب خد بالك برضو من الحتة دي في امتحان محافظة الجيزة يا سنة رابعة، ان عندي فعل اسمه love. love يعني يحب، وخد بالك برضو في فعل اسمه like يعني يحب، وفي فعل برضو يا حبايبي اسمه enjoy يعني يستمتع. لو انت لقيت في الامتحان love او لقيت like او لقيت enjoy، دول بيجي بعديهم فعل مضاف له ing. خد بالك يا جميل، بعد لاف ولايك وانجوي فعل مضاف له ing. طب هو حاطط لي لاف ميد. طيب استنى بقى يا مستر يحيى بالراحه كده، مين دوت انا عايز احط لها ايه؟ ing. مش هينفع، لازم عشان احط لها ing لازم ارجعها لاصلها. هو اصل ميد ايه؟ ميك، اللي هو معناها يصنع. يبقى عشان احط ميد، عشان احط الميد ing ارجع مثل اصلها، يعني ارجعها للتصريف الاول للفعل، والتصريف الاول من ميد هو ميك، وارجع احط ing. حلوه صح؟ جميله. لاف عايزه فعل مضاف له ing. اوعى تغلط الغلطه دي، اوعى تحط ميد ing. ما انت هتقول لي ان لاف لازم الفعل اللي بعديها احط له ing. يا عم استنى بس، ده فعل في الماضي، عايز تحط له ing رجعه لاصله وحط له ing. طيب بقول لك يا مستر يحيى، احنا ذاكرنا الحاجات اللي انت قلت عليها، ما تيجي مع بعض نحل الامتحان. هنحل الامتحان في باذن ربنا تعالى ثانيتين، عشان احنا ذاكرنا الفايده من حل الامتحان. طبعا اول سؤال هو سؤال الاستماع، بس احنا برضو هنقراه مع بعض. ذا فينيك فوكس lives in، ثعلب الفينيك بيعيش فين؟ طبعا يا مستر يحيى بيعيش في ديزرت. ذا فينيك فوكس is، خد بالك ان ثعلب الفينيك ده is smaller than other foxes. ثعلب الفينيك هو اصغر من الثعالب الاخرى. its ears are، هي ودن ثعلب الفينيك فوكس ودنه big يعني كبيره. the fennec fox has thick، الفينيك فوكس ليه فرو يا مستر يحيى كثيف، يبقى الفرو بتاع ثعلب الفينيك فوكس fair thick معناها ثقيل. طب ليه؟ to stay warm، عشان يحافظ على الدفء بتاعي. يبقى انا استفدت من الاستماع ده ان الفينيك فوكس بيعيش في الديزرت، ان الفينيك فوكس اصغر من اي ثعلب اخر، ان الفينيك فوكس ليه ودن كبيره، ان الفينيك فوكس الفرو بتاعه كثيف تقيل عشان يحميه من الايه؟ من البرد ويحافظ على الدفء بتاعه. تعالى بقى ادخل لي على الاختيارات. احنا ذاكرنا الامتحان يا مستر يحيى. we can buy food from، لسه قايلينها buy food يبقى بشتري الفود من السوبر ماركت. ماشي يا مستر يحيى. lots of نقط go to the Sahara desert on safaris، معظم مين اللي بيروح للصحراء يا مستر يحيى في الرحله بتاعته؟ tourists، ان هم
السياح السائحين. the not water the plants لسه قايلينها. مين اللي بيروي النباتات يا مستر يحيى؟ الجاردنر الجنايني. طيب I like fruits ان بحب الفروتس. الفروتس يعني فاكهه. طب الفاكهه دي زي ابلز يعني التفاح. وايه تاني؟ الميلك اللبن. التشيكنز الدجاج. بوتيتوز البطاطا. لا يا مستر يحيى البطاطس. لا يا مستر يحيى هي بنانز. لسه قايلين الابلز والبنانز عباره عندي عن ايه؟ فروتس. ذاكرنا الامتحان مش بنحل وخلاص، انا بعلمك ازاي تستفيد من الامتحان. I am علي. أنا اسمي علي. I work as a male. أنا شغال ميل كارير. حافظينها يا مستر يحيى. ميل كارير ساعي البريد. وفي الامتحان بترقمش، اكتب على طول ميل كارير ساعي بريد. I walk ساعي البريد لسه قايلينها. I walk all بيبقى ماشي all day طول اليوم يا عيني. ساعي البريد ماشي في الشارع all day and get a lot of exercise وبيحصل عندي على تمرينات. I see different ساعي البريد بيشوف different people وهو ماشي كل يوم بيشوف ناس مختلفة. every day كل يوم. my not is difficult. my job الوظيفة بتاعت ساعي البريد هي وظيفة difficult but I like it very much ولكن أنا بحبها كثيرا. طيب تعالوا بقى نشوف يا حبايبي بقى السؤال بتاع القطعة، وركز معايا كده بقى يا مستر يحيى في السؤال بتاع القطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بتاع القطعة يا مستر يحيى هنا بيقول لي choose the correct answer from A, B or C. Crook has got a big mouth with lots of. هو كروك دوت عبارة عندي عن ايه؟ هو بيقول لي هو ليه فم، صح؟ ليه big mouth يعني فم كبير with lots of وفي كمان ايه يا مستر يحيى؟ فم. الفم فيه ايه يا مستر يحيى؟ لو رجعت كده للقطعة هلاقي ان هو حاطط له هو يا مستر يحيى في القطعة كروك is a young. قال لك ليه a big mouth ليه فم كبير with lots of teeth. يبقى موجودة في القطعة. الإجابة في القطعة. ليه؟ ان كروك ده عبارة عندي عن حاجه بسميها كروكودايل. هو ليه بيج ماوث فم كبير. الفم الكبير دوت فيه تيث اسنان. يبقى انا على طول يا مستر يحيى هروح اختار كاسنان على طول، صح كده؟ هروح اختار تيث. طيب كروك هاز along. هو كروك هاز along هو ليه لونج ايه؟ لو رجعت في القطعه هلاقي ان هو ليه كروك تيل اهو يا مستر يحيى. احنا في السؤال رقم 2 كروك اهو يا حبايبي اهي. كروك هاز اللي هو ليه along tail ليه ديل طويل. طيب السؤال يا مستر يحيى رقم 3 وعايز تركيز فيه قوي بقى. Where does Crook live؟ لسه قايلين ان where معناها اين. انا بسأل بيها عن المكان، صح؟ Where does Crook live؟ هو بيعيش فين؟ خد بالك لما يديك where انا عايز مكان. كروك live. طيب تعالى يا مستر يحيى كده بالله عليك اهو اجابه سهله. قال لي كروك lives in hot places. يبقى الاجابه هقول له ايه؟ hot places. وخليك كده عيل جدع. انا عايز الاجابه كده ما تلفش وتدور حوالين السؤال. انا عايز الاجابه، عايز اللي بيصحح يعرف اللي انت يا مستر يحيى فاهم السؤال. where does crook live؟ هو عايش يا مستر يحيى hot عايش في hot places الاماكن الحاره. what does crook eat؟ هو كروك دوت eat بياكل ايه يا مستر يحيى؟ eat بياكل ايه؟ تعالى كده في السؤال رقم 4 اهو يا مستر يحيى. هو كروك eats rabbits and birds. بياكل ايه؟ اهو السؤال يا جماعه موجود يا جماعه في القطعه بطريقه مباشره. كروك eats rabbits and birds اهو يا مستر يحيى. يبقى انا هقول له هو بياكل الرابت. بياكل يا مستر يحيى رابت اهو بياكل رابتس and birds بياكل الطيور والارانب. يبقى نفس الحاجات اللي احنا شرحناها. وير يعني اين، حطيت مكان. بصحح لنفسي في الامتحان لما تلاقي وير حط مكان. ايت بياكل ايه؟ rabbits and birds. طيب تعالى بقى نصحح الاخطاء ديت. هنا حطيت لي وين does محمد live. قال لي he lives in a big city.
خد بالك من الحته دي يا مستر يحيى، الراجل حاطط لحضرتك بيج سيتي، مدينه كبيره في الاجابه، مش المدينه دي عباره عن مكان. طب لما اجي اسال عن المكان يا حبايبي بسال بوين ولا بسال بوير؟ لا يا مستر يحيى بنسال بوير. طيب the office is under 2. ايه ده under 2؟ لا يا مستر يحيى لما الاقي 2 انا هحط next عشان هي اسمها next to. مهمه. I want to. تعالى لي بقى بعد want to. الرجاله بقى اللي شاطرين بقى بعد want to عايز فعل فين؟ عايز فعل في المصدر. بعد want to يا مستر يحيى انا عايز فعل فين يا مستر يحيى؟ عايز فعل في المصدر. طب المصدر من is ايه؟ انا سامع الشطار بيقولوا لي be، اسمها want to be. المصدر من is be. انت لسه قايل ان الايز والار. لو مستر يحيى قال لي انا عايز الفعل في المصدر انا هحط be. مهمه. هام صح يا مستر كده؟ I love. بعد love عايز فعل مضاف له ing. بعد love عايز فعل مضاف له ing. ينفع احط الميد ing؟ لا، لازم ارجعها لاصلها. هو اصل ميد ايه؟ اصل ميد ميك، وارجع احط الميك ing عشان love بيجي بعديها فعل مضاف له ing. جيت احط الميد ing قالت لك ما ينفعش، ده انا في الماضي. طب انا عايز احط لك ing، رجعني الاصلي. مش اصل الفعل هو ميك يعني يصنع، والماضي منه ميد، يبقى احط ing الميك. جيت احط ing الميك قال لك انا اخر اي. طب هعمل ايه؟ هحذف الاي واحط ing هتبقى ميكنج. هو حد ينسى السؤال الهديه ده يا جماعه اللي هو البانكتويشن؟ اول حرف يا جماعه لازم اكتب الحرف بتاعي كابيتال، واي اسم ولد اسم بنت اسم دوله اسم مدينه حازم اكتب الاتش كابيتال. اول الجمله دي عباره عن جمله عاديه يبقى احط نقطه فول ستوب. لو هنا سؤال احط علامه الاستفهام. طبعا سؤال الباراجراف موجود على قناه مستر يحيى التعليميه، ادخل انا حالل كل الباراجرافات. اكتب بس كده على اليوتيوب يحيى المصري التعليميه، كل الباراجرافات موجوده، كل الباراجرافز موجود. اوكي يا شوكي؟ طيب طريقه سهله وجميله، وانتظرونا ان شاء الله في حل امتحان محافظه الاسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.